هو ممكن يجي في الثدي كيس دهني؟ ممكن يطلع حاجة ورم حميد في الثدي اسمه الكيس الدهني أو اللايبوما. ودي ورم بيجي في الجلد، عبارة عن دهون متغلفة بغلاف أو بكيس حواليها أو بإنفلوب، فبقت كتلة وبنسميها ورم حميد أو الكيس الدهني. وده ممكن يطلع في أي حتة على الجلد، لأن هو تحت الجلد بيبقى فيه طبقة من الدهون ممكن يطلع فيها الكيس الدهني ده. والثدي جزء من أجزاء أو أعضاء الجسم اللي تحت الجلد، فممكن يجي فيها الكيس الدهني. والكيس الدهني في الثدي ممكن يبقى صغير، فبالتالي يكتشف صدفة أثناء العمل بتاع الأشعة الروتينية أو المتابعة بتاعة الثدي، وبنلاقي جزء دهون جوه الثدي اللي هو عبارة عن دهون بس متحوطه بكيس او بغلاف، وبنعرف ساعتها ان هو ده نفس النسيج بتاع الثدي لانه دهني، وبيبقى مفيش منه اي مشكله خالص. ولو هو حجمه صغير بنتابعه كل 6 شهور الى ان يجد فيه جديد. طيب لو كان حجمه كبير، في حالات بتيجي الكيس الدهني معدي ال 5 سم وال6 سم وال7 سم. شفت حاله كيس دهني 15 سم كامله في الثدي. دي احجام ما ينفعش نقول ده كيس دهني عادي ونتابعه، لا، بيستدعي ان احنا ناخد منه عينه، لان في نسبه بسيطه من الاكياس الدهنيه ممكن تكون اصلا مش كيس دهني حميد، يكون سرطاني زي بنسميها اللايبوساركوما، وممكن يكون اتحول بعد كده فابتدى اتغير في شكله وبدا يكبر في الحجم. فالكيس الدهني لو هو صغير ومش محسوس ممكن تتابعه. لو هو كبير يفضل ان احنا ناخد منه عينه الاول، ثم نقرر اذا كنا نتابعه او لا. لو هو كبير ومقرق المريضه وعامل فرق في الحجم والتقل بتاع الثدي يفضل يتشال. لو هو مش مضايقها والعينه طلعت انها لايبوما او كيس دهني عادي خالص، ممكن نتابعه لحد ما يجد فيه جديد ويضطرنا ناخد فيه اكشن. الكيس الدهني مش هو الكيس الشمعي اللي بنسميه السبيشال سيست، وده بيبقى في الجلد نفسه، ومش هو الورم اللي فيه الحميد، ده بنسميه الفايبرو ادينوما. يعني احنا لما نشخص او يبقى عندنا كتله في الثدي لازم اسمع من الدكتور بتاعي تشخيص واضح، مش ورم حميد وخلاص، لا، ممكن تبقى ورم ليفي، ممكن يبقى كيس دهني، ممكن يبقى كيس شمعي او كيس شحمي اللي هو السبيشال سيست. وكل حاجه من دول ليها طريقه المتابعه بتاعتها، وليها الوقت اللي لازم فيه اخد فيه عينه، او ليها طريقه الاستئصال الصحيحه بتاعتها. كان معاكم دكتوره ساره زيتون، استشاري جراحات اورام الثدي التجميليه. ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب عشان تعرفوا اكتر عن اورام الثدي. هو ممكن يجي في الثدي كيس دهني؟ ممكن يطلع حاجة ورم حميد في الثدي اسمه الكيس الدهني أو اللايبوما. ودي ورم بيجي في الجلد، عبارة عن دهون متغلفة بغلاف أو بكيس حواليها أو بإنفلوب، فبقت كتلة وبنسميها ورم حميد أو الكيس الدهني. وده ممكن يطلع في أي حتة على الجلد، لأن هو تحت الجلد بيبقى فيه طبقة من الدهون ممكن يطلع فيها الكيس الدهني ده. والثدي جزء من أجزاء أو أعضاء الجسم اللي تحت الجلد، فممكن يجي فيها الكيس الدهني. والكيس الدهني في الثدي ممكن يبقى صغير، فبالتالي يكتشف صدفة أثناء العمل بتاع الأشعة الروتينية أو المتابعة بتاعة الثدي، وبنلاقي جزء دهون جوه الثدي اللي هو عبارة عن دهون بس متحوطه بكيس او بغلاف، وبنعرف ساعتها ان هو ده نفس النسيج بتاع الثدي لانه دهني، وبيبقى مفيش منه اي مشكله خالص. ولو هو حجمه صغير بنتابعه كل 6 شهور الى ان يجد فيه جديد. طيب لو كان حجمه كبير، في حالات بتيجي الكيس الدهني معدي ال 5 سم وال6 سم وال7 سم. شفت حاله كيس دهني 15 سم كامله في الثدي. دي احجام ما ينفعش نقول ده كيس دهني عادي ونتابعه، لا، بيستدعي ان احنا ناخد منه عينه، لان في نسبه بسيطه من الاكياس الدهنيه ممكن تكون اصلا مش كيس دهني حميد، يكون سرطاني زي بنسميها اللايبوساركوما، وممكن يكون اتحول بعد كده فابتدى اتغير في شكله وبدا يكبر في الحجم. فالكيس الدهني لو هو صغير ومش محسوس ممكن تتابعه. لو هو كبير يفضل ان احنا ناخد منه عينه الاول، ثم نقرر اذا كنا نتابعه او لا. لو هو كبير ومقرق المريضه وعامل فرق في الحجم والتقل بتاع الثدي يفضل يتشال.
لو هو مش مضايقها والعينه طلعت انها لايبوما او كيس دهني عادي خالص، ممكن نتابعه لحد ما يجد فيه جديد ويضطرنا ناخد فيه اكشن. الكيس الدهني مش هو الكيس الشمعي اللي بنسميه السبيشال سيست، وده بيبقى في الجلد نفسه، ومش هو الورم اللي فيه الحميد، ده بنسميه الفايبرو ادينوما. يعني احنا لما نتشخص او يبقى عندنا كتله في الثدي لازم اسمع من الدكتور بتاعي تشخيص واضح، مش ورم حميد وخلاص، لا، ممكن تبقى ورم ليفي، ممكن يبقى كيس دهني، ممكن يبقى كيس شمعي او كيس شحمي اللي هو السبيشال سيست. وكل حاجه من دول ليها طريقه المتابعه بتاعتها، وليها الوقت اللي لازم فيه اخد فيه عينه، او ليها طريقه الاستئصال الصحيحه بتاعتها. كان معاكم دكتوره ساره زيتون، استشاري جراحات اورام الثدي التجميليه. ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب عشان تعرفوا اكتر عن اورام الثدي.